في وسط الصين الشعبية، أقصى شرق الكرة الأرضية، وبالتحديد في مدينة سان مانسيا في مقاطعة خنان. يوجد سلسلة مساكن تحت الأرض وكهوف. كانت بتضم حوالي 10,000 بيت، ولكن في الوقت الحالي بيعيش في القرية دي 3000 بني آدم فقط. صحيفة الديلي ميل البريطانية قالت في فيديو مصور إن فيه قرية صينية غامضة بيعيش سكانها في حفرة أو حفر تحت الأرض من 4000 سنة. وأضافت الديلي ميل إن أفنية المنازل في القرية بترجع لسلالة ياود وينجز اللي عاشت في القرن ال19 والقرن العشرين على مدار 200 سنة. لكن بيعتقد إن تقاليد المعيشة في القرية دي بتعود لأكتر من 4000 سنة، وبيتناثر آلاف السكان منها في التلال، والمساكن بتاعتها بتكون مربعة أو مستطيلة في الأرض، في درجة حرارة أكتر من 10 درجات مئوية في الشتاء و20 درجة مئوية في الصيف. وللسبب ده القرية دي اتسمت بقرية السرية عشان طبيعة درجة الحرارة الغريبة جدا فيها، والسرية اللي الناس عايشة بيها في القرية دي. وده طبعا ان القرية دي مش معروفة لكتير جدا من الناس. وفي سنة 2011 ادرجت السلطات الصينية القرية دي كشكل من اشكال التراث الثقافي غير المادي، والان هي قيد الحفظ. وانتشرت الكهوف دي تحت الارض في مدينة سان مانسيا، واطلق عليها اسم القرى الاكثر غموضا في الصين، وبترجع الأصول بتاعت ياود وينجز للعصر البرونزي، لما الناس ساعتها كانت بتعيش في حفر عميقة في الأرض، وأصبحوا سلالات كتير جدا. وأعلنت الحكومة الصينية إن هي بتحمي المواقع دي عشان تحولها لمنطقة جذب سياحي للزائرين. وزي ما الصور بتوضح إن القرى دي محفورة في رواسب أرضية مقاومة للزلازل وكتير جدا من الظواهر الطبيعية، وفيها آبار واسعة بتمنع الفيضانات والعواصف عشان سلامة السكان اللي فيها. بأي حال من الأحوال لو انت عايش هناك أكيد هتبقى خايف. وبكده انتهت الحلقة. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله.